الثقافية للنشرة احتضن مؤخرا المركب الثقافي لمدينة مزركندر فعاليات الملتقى الوطني العاشر للإبداع الشعري. برنامج الملتقى كان حافلا بالقراءات الشعرية والندوات الفكرية إلى جانب تنظيم معرض للفنون التشكيلية، ليختتم الملتقى بتكريم مجموعة من الشعراء. وداد موسوي. اهتمام بالثقافة المحلية والثقافة العربية، ذلك الذي أولته جمعية الفينخ للإبداع والتواصل بمزركندر. الجمعية اختارت لدورتها العاشرة اسم الشاعر العربي السوري سالم بركات، وفي الوقت ذاته عمدت إلى تكريم الشاعر الأمازيغي إدريس أسرادي. كنتمنى الخير للنشادة كاع كاملين، فين ما كان شي شاعر يكون يديروا حتى هو يديروا تكريم بحالي. هو ترسيخ لعرف ثقافي إبداعي سنوي تعودت مدينة مزركندر وألفه جمهورها ومبدعيها وساكناتها، بل هي عبارة عن متنفس يكسر من رتابة السكون. أهم ما ميز الدورة العاشرة للملتقى الوطني للشعر الأمازيغي بعد توقفه لمدة 3 سنوات هو استعراض للتجارب الشعرية العربية واكتشاف لمكنونات القصيدة الأمازيغية في ظل رهانات التحديث. مقامات أدبية وشعرية سافرت بالمهتمين بالكلمة الوازنة نحو عوالم تستشرف آفاقا جميلة. أنا البحر حين لات أستجيد الوجد بقداسك الليل كي أنهمر ريشة الهيل قدحا مخمليا بأكداس الزهر كي يعيش القمر. قصة الأمس غناء قدسي النغمات، نحن وقعناه لحنا فيه أزكى النفحات، وجعلناه عبيرا بين تلك الربوات، وافترقنا وكلانا صار لحن الذكريات.